Audio Jungle. Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فوق كيتشن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. الكشري بقى وكل حركاته. هقول لكم احلى طريقه للكشري واسهل طريقه في نفس الوقت. هنعمل ازاي المكرونه وسلق المكرونه، ونعمل البصله بتاعه الكشري، واهم حاجه التكات بتاعه الكشري، ال 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 الدمعه ازاي بتاعتها والشطه بتاعتها والحاجات دي كلها. انا بوريكم دلوقتي الطبق وهو اتعمل كله، هو جاهز. والتومه بالخل والتومه بالشطه والبصله بتاعته كل حاجه، وسلق العدس وسلق الحمص. هنبدأ دلوقتي نجيب البصل، يلا بينا. معايا 4 5 بصلات، هقطعهم جوليان او طرنشات، زي ما انت عايزه، بس على ايدك او بالمكنه مفيش مشكله. المهم اهم حاجه في البصل يكون رقيق خالص، تكوني مقطعه رقيق. هجيب معلقتين دقيق او معلقه دقيق، معلقه نشا او معلقه ملح. الكاميرا بتكبر الحاجات بس هي بتبقى معالق صغيره. اهم حاجه تدعكي البصله عشان تاخدي بصل كريسبي ومقرمش وجميل، ما يطرش منك. لازم تعمليه بالدقيق والنشا والملح 5 دقايق كده قبل ما تحطيه على النار. ويا ريت يكون افضل يكون بصل ابيض، ما كانش موجود عندي بصل ابيض، عملت بالبصل الاحمر، بس البصل الابيض بيدي طعم رهيب احلى واحلى، وفي نفس الوقت قرمشته بتبقى اكتر. هنا دعكناه بمعلقه الدقيق مع النشا مع الملح، تدعكيه جامد على بال ما تجهزي الزيت. هنحط هنا بتاع 2 زيت، كتر الزيت شويه عشان يقرمش، لو قللت الزيت هيبقى طري. والزيت ده كمان هنطبخ بيه كل الطبيخ، يعني انت ما تكتري الزيت وقرمش البصل، تقوم بقى مصفيه الزيت بعد كده وتطبخي بقى كل حاجه بيه. هتشوفي معايا كل حاجه دلوقتي. نزلنا بقى طبعا البصل اتغلف بالدقيق والنشا والملح، هيفضل بقى ايه، يطلع بقى مقرمش وما شاء الله يبقى جميل. احلى حاجه في الكشري البصله دي، ظبطيها وقرمشيها عشان تبقى حلوه قوي على الكشري. صراحه تحبي تاكلي منها قوي في الكشري. الكشري بقى ده انا اخده الوصفات دي من ناس كتير، اصحاب مع محلات في بورسعيد. الطريقه والتكه، يعني اقول لك على حاجات كتير فيها تكات. هننزل طبعا غلينا رتل ميه في معلقه ملح. هننزل بنص كيلو مكرونه سباكيتي، ونص كيلو مكرونه خلاص. والله انت تبع ايه برضك اكلتك وتبع العيله بتاعتك. انا مثلا لو هعمل اكله بتاعت 5 افراد، تعملي المقادير دي زيي لو هم 5 افراد العيله بتاعتك. هنا نزلت بقى بالمكرونه السباكيتي، وهنزل بقى بعدها بنص كيلو مكرونه خرز، اللي هي الخرز الصغننه دي. الاتنين مع بعض بيسلقوا مع بعض، بياخدوا مثلا نقول تقدير 10 دقايق او 7 دقايق على النار. هيسلقوا مع بعض هما الاسباجيتي والخرز، بيقعدوا حوالي على النار بتاع من 7 دقايق ل10 دقايق. هنسيبها على النار ونروح لحاجة تانية. كل ما اعمل حاجة هنسيبها على النار واوريك بعد كده بتحصل لها ايه، يعني بتستوي ازاي وكده. حطينا طبعا البصل اهو، البصل اهو ما شاء الله، شايفه كريسبي ازاي، مقرمش بسبب الدقيق والنشا والملح. هنا حطينا نص كوبايه عدس بجبه، اللي هو العدس البني، ربع معلقه كمون، ربع معلقه فلفل، ربع معلقه ملح. لازم تحدقي العدس لوحده عشان هيتصفى لوحده ويتساب على جنب. العدس اهو ما بيكملش بردك 10 دقايق على النار، ما تسووش قوي عشان ما يعجنش منك، يعني يكون استوى وفي نفس الوقت ماسك نفسه. البصل بيتحمر اهو، بتحط حبه في حبه، ما تحطيش كله مره واحده عشان تطلعيه كريسبي وحلو كده. لازم ايه،
حبة بحبة. العدس بدأ يستوي هصفيه، المكرونة بدأت تستوي هصفيها. معايا الحمص برضك اهون، برضك ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل، ربع معلقة ملح. كل الحاجات دي هنسلقها وهنسيبها بقى على جنب. انا المكرونة هي حطيتها تحت المية. المكرونة لازم تتغسل جامد من النشا. حطيناها، انا بوريك اهو تحت المية اهو، انا ببردها خالص، بغسلها جامد من النشا وايه، واسيبها على جنب. بعد ما بردت خالص هنحط عليها حبة زيت عشان ما تلزقش في بعضها. دي تركة مهمة يا جماعة. تحط عليها حبة زيت كده تفضل لو طول النهار ما تلزقش في بعضها ابدا. بحبة الزيت، ما تحطيش الزيت وهي بتتسلق، حط الزيت بعد ما تتعمل كده. لو انت هتسيبيها على رف التلاجة طول النهار تاخدي منها للكشري ولا حاجة، بدل اتغلفت بالزيت كده ما تلزقش مع بعضها ابدا ولا تعجن. هنيجي طبعا بقى للرز. الزيت اللي احنا عملنا بيه البطاطس، سوري، البصلة، هنصفيه خلاص. حطينا بقى، صفينا البصلة خلاص. هنبدأ بقى نستخدم الزيت اللي فاض من البصلة المحمرة. هنحط نص كوباية مكرونة شعرية. ده رز بقى بالشعرية، هنبدأ نحمر فيه. احنا دلوقتي صفينا المكرونة، صفينا العدس، صفينا الحمص، وحمرنا ايه البصل. كل الحاجات دي اللي اتخلصت تسيبيه على جنب، هنرجع له في الاخر لما نكون الطبق مع بعضه. هنا بقى احنا بدأنا نحمر الشعرية. الشعرية لازم تبقى لونها ذهبي. حطينا ربع كوباية كده زيت، حطينا ربع كوباية مكرونة شعرية، بتاع كوبايتين رز. الرز طبعا ما انت عاوزة، تتقلبوهم بقى في بعض عشان يتغلفوا بالمادة الدهنية اللي هي الزيت. لازم تقلب الرز كده شوية قبل ما تحط المية. قلبنا رز مع المكرونة، شوف منظرها تحفة ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط العقد بقى بتاع المية. المية يا دوبك تغطي الرز عشان يطلع مفلفل وحلو، يا دوبك تغطي الرز بالمية. ونص معلقة الملح طبعا برضك، وتدوق وتشوف الحدق بتاعك. هنخلص برضك الرز والمكرونة وكله خلص. هنحط على الرز ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل، ربع معلقة ملح، وتدوق الحدق برضك بتاعك. لما بتحط كمون كده وفلفل في الرز بيطعمه قوي. ده رز الكشري. هنغطي عليه بقى ونسيبه يستوى. انا بقول يعني بتاع مثلا 10 دقايق لما يستوى، من 10 دقايق لربع ساعة. انت برضك تدوقيه وشوفيه. برضك هنكمل الزيت اللي احنا عاملينه بتحمير البصل. مش عارفة معلقة معايا البطاطس ليه. معلقة توم، معلقة توم. ده بقى الدمعة بقى بتاعة الصلصة بتاعة الكشري. دي صلصة الكشري. احنا بقى هنعمل بقى دلوقتي الصلصات. ده هنبدأ بصلصة الكشري. احنا سلقنا كل حاجة وجهزناها. هنعمل بقى، نبدأ في الصلصة. ربع كوباية زيت، هنحط عليها معلقتين توم كبار او معلقة كبيرة. هي طبعا طبخة كل واحدة وطبعا مقدار الاكل اللي انت هتطبخيه. اهم حاجة بقى في التركة دي اللي انت تعملي التوم مع اول ما يتحمر حبة الخل. حبة الخل دول قبل ما تحط الصلصة بيدوها طعم رهيب للكشري. التركة دي مهمة يا جماعة. قلبنا بقى الصلصة مع الزيت. لازم الصلصة تحط مع الزيت كده عشان المواد الحافظة اللي فيها. وبعد كده تنزلي بقى بالطماطم. نزلنا بالطماطم. صلصة الطماطم لازم تبقى تقيلة وطعمها حلو. هنقلبها مع بعض اهو. اهم حاجة بقى ايه، المعلقة السكر دي معلقة صغيرة مسح كده. السكر ده بقى يا جماعة ما بيخليش في حموضة على المعدة
وفي نفس الوقت بيدي لون للصلصة حلو. ربع معلقة كمون، ربع معلقة شطة، ربع معلقة كزبرة، ربع معلقة فلفل، ربع معلقة ملح، وبرضك تدوق الطعم وتزودي. بنحط البهارات ده عشان تتسبك، ونسيب بقى تسبيكة الصلصة دي بتاعة الكشري تتسبك لوحدها. هنيجي بقى هنسيبها على جنب لمدة بردك ربع ساعة. هنسيبها دلوقتي. هنيجي بقى اللي هي الشطة. الشطة حبة زيت بردك من اللي فايضين من من البصل. انا بعمل البصل في الاول عشان الزيت بتاعه استعمله كل الطبخة. دي معلقة بابريكا على معلقة شطة تعملها في الزيت. دي اللي هي بتبقى الشطة بتاعة الكشري. تقلبها كده. دي الشطة اللي على النار. تاخدي معلقتين كبار من الدمعة من الصلصة وتحطهم على الشطة دي. ايوه كده. بس بقى البسي الكمامة بقى لحسن الشطة دي بتبقى ريحتها صعبة قوي، حراقة جدا. انا عطست عطس بتبقى صعبة جدا الشطة دي عشان شطة مع بابريكا. بس بصراحة هي بتدي طعم حلو قوي للكشري. دي بقى بنعملها على البارد. كوباية خل، نص كوباية ليمون، ونص كوباية مية، وعليها معلقة توم ومعلقة كمون ومعلقة ملح. ودي الشطة اللي بتاع، وده العدس اهو متصفي. هنبدأ نحط المكرونة اهي. انا بصراحة ما رضيتش البس الجوانت عشان اتحكم في الحاجة وانا بمسكها. الجوانت بصراحة يا جماعة انا طبعا غاسلة ايديا قبل ما بمسك الاكل. الجوانت بيخلي الحاجة تتزفلط من ايدي، وما بعرفش اظبط الاكل بصراحة من الجوانت. هنحط رز خلاص استوى. ونبتدي بالمكرونة الاول. الطبق ده تبع ذوقك وتبع تنظيمك، ليه عايزة تحط المكرونة الاول تحط الرز الاول براحتك. انا حطيت المكرونة الاول، وبعدين بحط الرز بالشعرية، ومعاها حبة العدس المسلوقين. العدس ده برضه بيدي حلو. حبة حمص، بس اللقطة بتاعت الحمص ما جتش في التصوير. حمرنا البصل اهو. ومعانا بقى التوم بالخل دي تحفة. على الني معلقة توم نية، ونص كوباية خل، ونص كوباية ليمون، وكوباية مية دافيانة، وتعملي احلى توم. التوم بالخل ده على الني. بتحط بقى البصل المقرمش دون. البصل ده بيبقى تحفة للكشري بصراحة. الطبق بصي يعني ما شاء الله يفتح النفس. دعمونا يا جماعة باللايك، دعمونا باللايك، ودعموا القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. ربنا يجازيكم خير ويسعد كل واحدة بتحط لي لايك. والسلام عليكم.